المحارة أو القواقع واحدة من الأطعمة البحرية الشهية والغالية جدا، واللي بتوفر للجسم البشري كتير من العناصر الغذائية المفيدة، واللي بيحتوي على كميات كبيرة من الزنك والفسفور والحديد والمعادن وكتير من الفيتامينات التانية. وبتكون متوفرة في المحيطات والسواحل اللي فيها مناخ معتدل أو مائل للحرارة. عبارة عن صدفة كبيرة بتتكون من قطعتين، وبيكون ليها حواف حادة وشكل غير منتظم، ودايما بيعيش في القاع اللي قريب من الشاطئ. ويعتبر كمان واحد من أغنى الحيوانات الاستضافية، مش بس بنستخدمه في الأكل، لأ كمان أهميته في استخراج اللؤلؤ. طب احنا ازاي بنستخرج منه اللؤلؤ؟ اللؤلؤ بيتكون داخل القواقع عن طريق دخول بعض حبات الرمل أو أي أجسام غريبة داخل القواقع، وبعد كده بتفرز مواد حول جسم القواقع تتكون من كربونات الكالسيوم وقليل من البروتينات على شكل طبقات. ومع مرور الوقت بنستخرج الذرة دي بيطلع منها اللؤلؤ، وعلشان كده بنستخدمه في الأطعمة أو في حاجات كتير تانية. وبسبب التصاق اللؤلؤ بجدار القواقع من الداخل غالبا بيبقى شكلها غير منتظم، وبنتدخل فيها فنيا، وبيتم تدوير شكلها والتخلص من الشوائب العالقة بيها. ودلوقتي تعتبر الهند واحدة من أكتر الدول المنتجة للقواقع، خاصة في البحرين اللي بتتميز باستخراج اللؤلؤ عالي الجودة. وتجارة اللؤلؤ دلوقتي بتعتبر واحدة من أهم وأقدم المهن اللي عرفتها بلاد البحرين منذ القدم. وبلاد البحرين دلوقتي بقى اسمها هبة اللؤلؤ أو لؤلؤ الخليج، وبيستخدموه دلوقتي في صناعة أرقى المجوهرات العالمية، وبقت مشهورة دلوقتي بصناعة اللؤلؤ. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب، واستنونا فيديوهات تانية جديدة.